انا بغير من كل واحدة لسه ما اتجوزتش وعاشت فترة العشرينات من غير جواز. انا بغير منكم لو انتي لسه ما اتجوزتيش. في كلمة رخمة اسمها فاتك قطر الجواز. لحظة، قطر الجواز اللي فاتك؟ اللي بيقولوا الكلمة دي قطر الجواز داس عليهم. انا عايزة اعيش فترة العشرينات من غير اي مسؤولية زوجية. الجواز حلو عشان اللي بيقعد يصعب لك المواضيع وحش، هو حلو، ولكن هو مسؤولية رخمة ومسؤولية لابد منها. ما تسمحيش لحد ان هو يخليكي تشوفي الفترة اللي انت عايشة فيها دي فترة وحشة، وان انت تعيشي في انتظار. انا جايلك اهو من المستقبل بقولك مش فايتك كتير او مش فايتك حاجة. في جملة عجبتني قريتها بتقول: الجواز مش فرض ولكنه سنة، وفي سنن احنا بنسيبها مش بناخد ذنب عليها. فكونك ان انت لسه ما اتجوزتيش دي حاجه ولا تضايقك ولا تكسفك، واي حد بيفكر بالكونسبت دي اقطعي علاقتك بيه، وعايزك تشيلي المسؤوليه زيه. فاستمتعي حياتك جميله، اشتغلي، عيشي، جربي كل الحاجات اللي نفسك تجربيها. الراجل المناسب مجاش، عيشي حياتك عادي، مش لازم تستنيه، اخلقي حاجات تانية. الراجل المناسب هيجيلك في الوقت المناسب، هيجيلك وانتي مش مستنياه. في ناس كتيرة جدا بتعيش عمرها كله تقول انا مش عايزة اتجوز. بصي للنماذج دي وخليكي عارفة ان انتي اللي بقرارك مش عايزة تتجوزي. على فكرة لو في بنت عايزة تقوم تتجوز من بكرة هتتجوز، بس الفكرة ان احنا عايزين نختار الشخص الصح من غير استعجال. مش هاخد جايزة عشان انا اتجوزت الاول او اتجوزت بسرعة. فلو في حياتك ناس بيحطموكي ابعدي عنهم. ما ربنا ما خلقكيش في الدنيا دي علشان كل هدفك في الحياة الجواز. الجواز ده حاجة بتحصل، ولكن هي مش حاجة أساسية. عادي الاستغناء عنها، عيشي مستغنية، الحاجة تجيلك.